الطفل اللي قدامك ده اسمه توماس وعنده 7 سنين، وده قال لكل زمايله في المدرسة والمدرسين ان عمه يبقى سوبرمان، وبالتأكيد كل اصحابه اللي في المدرسة ضحكوا عليه، حتى المدرسين قالوا له يا ابني مفيش حاجة اسمها سوبرمان، وان سوبرمان ده اصلا شخصية خيالية ومش موجودة اصلا في الحقيقة. فالولد فضل يحلف لهم ان عمه يبقى سوبرمان، وهم برضه مصممين على كلامه، ويقولوا له يا ابني يا حبيبي مفيش حاجة في الدنيا اسمها سوبرمان، ويقول لهم لا سوبرمان ده يبقى عمي. والولد ده اصبح سخرية للمدرسة كلها، ده لدرجة ان مدير المدرسة كلم والده علشان يحضر ويشوف المشكلة دي. والدة الطفل اتصلت باخو جوزها اللي هو يبقى عمه، وهو الممثل المشهور هنري كافيل، واللي قام بشخصية سوبرمان المشهورة، وقالت له معلش هات الولد من المدرسة، وما قالتلوش ايه السبب. ولما راح عمه علشان يجيبه من المدرسة اتفاجئت المدرسة كلها ان الولد ده ما كانش بيكذب، وان عمه بالفعل يبقى سوبرمان. وتوماس ده كان ماشي مع عمه وراسه كانت في السماء، وده يعلمك انك ما تقللش او تسخر من اي حد، لانك كما تدين تدان. لايك ومتابعة عشان يصلك كل